أعزائي المشاهدين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فكر الضيف، منتداكم منتدى عدن. للكلمة الهادفة غايتها، وللحن الرائع مقصده، ولعل في سياق الحكاية سنجد السر بين صدور معروف الغنامي وصوته البديع. وحتى نعرف ذلك السر دعونا نرحب بضيفي وضيفكم المنشد معروف الغنامي. أهلا وسهلا بك معروف. حياك الله يا أستاذي. معروف، طبعا نحن في أجواء عيدية، نعم، فرائحية قلبا وقالبا، وأنا والمشاهديك الأكارم ومحبيك يريدون أن يعرفوا معروف الغنامي في سطر واحد، خاصة ما هو جديد. الجديد والله بنفعل الآن حاجات جديدة على العيد. قد فعلناها طبعا، قد صورناها وقدها جاهزة وننزلها في اليوتيوب. والآن أجهز في عمل وطني جديد للفريق طبعا. أعزائي المشاهدين الأكارم، وحتى نعرف عن ثمة صدور من صدور منشدنا ضيفي وضيفكم ضيف منتدى عدن معروف الغنامي، دعونا نذهب لنبحر على طفها في هذا التقرير ثم نعود مجددا. ابقوا معنا. ما تراه أنت بلا قيمة ربما هو حياة للآخرين وأنت لا تشعر، فقد يكون كنزا وقد يكون خلودا أو بحثا عن ذات ووطن. وهكذا ستظل موهبة الصوت هي الوسيلة التعبيرية لبناء وطن أو رفع قضية أو رسمهما معا. ومعروف الغنامي هو صوت قادم من البعيد، لكنه قريب للوجدان وللحظات التي ليس فيها إلا أنا وأنت وهو والحياة والإصرار. وعلى مر الزمن يبدو أن الشاب اليمني سيظل دوما يرسم تحدي ليحصد ذكاء فيه فرادة وفيه سؤال. ومعروف الغنامي هو واحد من مليون من أبناء وطن الحبيب، من يخط دربه بإدراك ويمضي دون توقف أو انحناء للحظة بائسة يواجهها العارفين، ليذهب بتحد جميل ليجعلها ذات يوم فرحة لذيذة وبقاء لما هو آت.